السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دروك غادي ندير معاكم النوع الثاني من حلوى العيد. هاد الكاطو يجي يدوب في الفم كيما شفتوا، ويجي محشي من الداخل. هنا عندي 250 غرام تاع دهان، قابسه ديك الصغيره مارغرين. عندي 3 مغارف كبار تاع السكر الناعم، ها هي درتهم بالمغرف ديك الكبيره، ما بغيتش نكتر حلاوه بزاف لخاطر الحشو حلو. من الفوق نديروا له كلاصاج تاني حلو، ما بغيتش نكتر. عندي الفلون كما شفتوا ذوق فاني، تاني 2 مغارف كبار. عندي مغرف صغيره تاع لافاني، قرصه تاع الملح، 2 حبات بيض، 2 حبات ديروهم كاملين بالصفار بالبياض، ما تقلعوش، ما ديروش حبه، ديروهم كاملين. ها درت 2. وعندي 3 مغارف كبار تاني تاع المايزينا. نخلطوا المكونات مليح حتى الخليط تاعكم يولي بيض. ولا بغيتو ديروه كيما نقولوا حنا لا عليكم هكا باطر ولا بيت خام ولا خلطوا غير بيديكم. شوا حبه تاع البيض ديروا الاولى عاد وزيدوا الزوجه، خاطر البيض في الكاطو هو اللي يخلي لكم الكاطو تاعكم يجيكم شباب كي تخدموا البيض مليح هو الاول. هنا غادي ندير مغرف صغيره تاع خميره الحلويات، ما تكتروش باش هذوك لي طارتولات ما يخسرولكمش في الكوشه. انا درت قاب والفرينه، فرينه تاني تكون نوعيه جيد مليحه وتزيدوا تغربلوها. انا كيما شفتوا درت 250 خاطر هي تجيكم 60 حبه، بصح كي ديروا حبه فوق حبه ينقص تولي غير 30. عليه درت كاع قابسه تاع دهانه ديك الصغيره 250. هنا نلموها بالفرينه. شوفوا الصابلي يجي شويه طري، بصح لي طارتوليت ماشي تاني تيبسوا العجين تاعكم، وماشي تاني تخلوه كاع كيما لاباط تاع الصابلي. زيدوا غير واحد شويه تاع الفرينه باش ما يخسر لكمش الشكل تاعهم في الكوشه. هنا انا جبت هذا المول، وانتم باي مول بغيتوا تخدموا، انا بغيت بهذا وانتم اللي بغيتوا خدموا به. ديروا بهذه الطريقه ولا حلوا العجينه تاعكم وحطوا ليمون وحطوا فوقهم كيما بغيتوا. انا صراحه تساعدني هذه الطريقه، تجيني خدمه تاعها سهله. هنا نخدموهم، نديروا لهم ثقب بالكارفو باش كي ندخلوهم في الكوشه ما ينتفخوش. ونديرهم على 180 درجه، نحمروهم شويه بزياده هكا، زعما شويه محمرين، ما تخرجوهمش بيض باش يجوكم كي ديروا لهم الكريمه وتزيدوا ديروا لهم الشوكولا ويزيدوا يقعدوا بنين ومقرمشين، ما يطروش. هنا الكريمه الزبده عندي 2 مغارف كبار تاع دهان 125. عندي قرصه هكا صغيره، مغرف صغيره عفوا تاع لافاني. درت 2 مغارف كبار تاع السكر الناعم، ما بغيتش نكتر. و2 مغارف كبار تاع بودرة الشونتي، كريمة بودرة الشونتي. هنا شوفوا غادي نعطيكم للكريمه الا ما ولات لكمش بيضه، زدت 2 مغارف كبار تاع الزيت. الا الكريمه تاعكم ما طلعتش مليح وقعدت لكم بيضه، زيدوا مغرف ونص ولا حتى 2 مغارف كبار تاع ماء عادي، ما يكون بارد، تولي لكم الكريمه تاعكم بيضه وخفيفه. وإلا طلعت معاكم مليح كيما هكا، هي لازم نشوفوا الكريمه تاعكم باش تجيكم بنينه وما تجيكمش ثقيله، لازم تطلع كيما هكا تبياض، ما تقعدش صفرة. هذه اللي غادي نعمروا بها هذوك ميني لي طارتوليت. انا شوفوا درت طوفيه تاع كراميل في وحده غادي ندير فيها كريمه الزبده. هذه هي هذا هو النوع اللي خدمت به تاع الطوفيه. الحق شابه هذا النوع، شبه بزاف، يجيك شغل هكا الكاطو تاعكم يجي يتعسل. ديروا وحده فيها الطوفيه. شوفوا انا حمرتهم مليح هذوك الميني لي طارتولات، خدمتهم طيبتهم مليح عفوا. وحده درت فيها كيما هكا الكريمه ونلصقوا حبه مع حبه كيما كنت تشوفوا.
طريقه سهله تقلعوا كيما هكا، تكون كزياده ولا. والنوع كي شغل لك سمت النص درتهم بالطوفيه، والنص درتهم بهاد الشوكولا تاني. درت واحده تاني فيها شوكولاته تاع الشوكولا تاع الطلاء ولا ما عارفه كيقولوا لها. درت واحده فيها كيما هكا، في وحده، والاخرى تاني نفس نفس الاولى اللي خدمتها، واحده درت فيها تاني كريمه الزبده، او لصقت حبه مع حبه. هنا جبت الشوكولا البيضاء، درت لها 2 مغارف زيت، وراني نكلاصي فيها. انا درت كاع هاد القابصه، خليت سير هذيك شويه، خليت هذاك المورصو اللي نوريكم فيه درتها كاع. ودرت 2 مغارف كبار تاع الزيت، ما تكثروش الزيت باش تنشف، كي تكثروا الزيت ما تنشف لكمش. والشوكولا البيضاء باش تجيكم الحبات زعما كيما نقولوا حنا يتقلاصوا مليح، لازم ديروا وتعاودوا. هنا انا جبت شويه تاع الكاكاو ورشيته كيما هكا، انا بغيت ندير هذا التزيين. والاخرين اللي درتهم بالشوكولا دوك نوريكم كي خدمتهم. تاني درت لهم شوكولا واحده اخرى، هاهي تاني هادو. شوفوا الاخرين درتهم بالشوكولا البيضاء، وهادو زدتها مغرف صغيره تاع الشوكولا بالحليب. تزيدوا تزيدوا غير مغرف صغيره تولي لكم هكا قهويه. ديجا وريتها لكم العام اللي فات. هاهي زدت مغرف من هذه الشوكولا تاع بالحليب، حميتها واحد شويه ذوبتها وزدتها عليها، يولي لكم هكا القوام تاعها. هذا هو الشكل تاعهم النهائي. انا زوقت النص كما شفتوا بالقرقاع، ونص درت له هذاك الورد، راه كيما نقولوا حنا لاموط، ودردت عليه شويه كاكاو، وان شاء الله تعجبكم.